الجزئيه الثانيه بقى اللي هتكلم فيها جزئيه الكابتن محمد علاء. الكابتن محمد علاء محلل اداء نادي الزمالك اعلن رحيله من خلال صفحته على الفيسبوك. بس انا هتكلم بقى في نقطه ما اتكلمتش فيها قبل كده، وعشان انا مش بتاع الترند ما بحبش اتكلم في الكلام دوت، ما كنتش احب اتكلم في الحاجات دي خالص، بس انا ايه طالما ان هو اعلن رحيله ابدا اتكلم. محمد علاء مشي من نادي الزمالك بس زعلان من جمهور نادي الزمالك. ليه؟ لان الجمهور بدا يقول كلام مش صح خالص على محمد. يعني مثلا اللي ما زعلش محمد ان انت ممكن تقول ان محمد مش مركز، ان محمد داخل بالواسطه، ان محمد مش مهتم بشغله. ده كله محمد ممكن يعديه. ليه؟ لان اي حد ممكن يختلف عليه وممكن نقول كلام مش فيه عادي وهو مش لازم يصححه لك، هو مركز في الملعب. لكن اللي زعل محمد ان الناس بتقول ان محمد مش زملكاوي اصلا. محمد اهلاوي ومدسوس في نادي الزمالك. لكن انا بقى هقول لك شهاده لله واسمع مني بقى. محمد ده حبيبي. محمد ده انا اعرفه من حوالي 25 سنه. انا ممكن اقول لك على حاجه، انا ممكن اكون اعرف محمد وهو عنده 10 او 12 سنه، لان محمد حبيبي وجاري. يعني محمد جاري هنا، فما ينفعش تقول عليه مش زملكاوي. محمد زملكاوي بقى من عيله زملكاويه، والده راجل محترم زملكاوي جدا، والدته ست محترمه زملكاويه جدا، بيت زملكاوي. قول اللي انت عايز تقوله عليه في شغله مش مهم، لكن موضوع زملكاوي ومش زملكاوي لا 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 خالص. انا بنتقد محمد على فكره، بنتقده كتير جدا، لكن اجي اقول لك مش زملكاوي، زملكاوي قوي، زملكاوي بقى. هو حبيبي، فانا دلوقتي بتكلم عادي جدا لان هو مشي. قبل ما يمشي ما كنتش بقول الكلام دوت. وعلى فكره محمد صح جدا. مره اتكلمت انا وهو بقول له ايه على حد معين في نادي الزمالك انا بدعمه وشايف ان هو 100 100. قال لي لا، ده اللي خارب نادي الزمالك. طبعا انا مش هقول مين. بقول له يا محمد بتتكلم بره؟ قال لا والله العظيم ده اللي خارب النادي. قلت له لا 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 مفيش الكلام دوت، انت على فكره كده يا محمد مش تمام، وكنت انا اللي غلط. وفي الاخر طلع كلام هو اللي صح، وفعلا اللي هو اتكلم عليه دوت انسان دمرنا كلنا. فانا بقول لك اهو انسى، يعني انسى تتكلم على محمد ان هو مش زملكاوي. كل اللي تقوله في شغله وانتقده. ده احنا بننتقد الخطيب وبننتقد حسين لبيب وبننتقد مرتضى منصور وبننتقد اي حد، ده عادي. لكن حته الانتماء دي انساها. محمد زملكاوي حمى، حمى بمعنى كلمه حمى، وزملكاوي متعصب كمان. خلي بالكم زملكاوي متعصب. فربنا يكرمك يا محمد في اللي جاي. وانا عمري ما قلت ان احنا حبايب او اصحاب او ان احنا نعرف بعض او احنا نقعد مع بعض خالص في الفيديوهات، لان ده شيء يخصك انت، وانا مش بتاع الترند ان اقعد اقول لك ده محمد صاحبي وحبيبي واجيب صوره مثلا واتكلم. وفي حاجه مهمه جدا لازم اتكلم فيها، انا عمري ما اتكلمت مع محمد في حاجه وجاب لي اسرار في اوضه لبس نادي الزمالك او عن نادي الزمالك او اي حاجه. احنا بنتكلم كاصحاب او كجيران. يعني الراجل بيحفظ اسرار شغله، ما بيتكلمش عن نادي الزمالك خالص واحنا قاعدين، بس احنا بنتكلم عادي جدا في المجمل، او بنتكلم كمشجعين زملكاويه. بس عشان انهي بقى الحته دي، ما تتكلمش على محمد انه مش زملكاوي. محمد زملكاوي قوي، وان شاء الله ربنا يكرمك وهنشوفك في احسن مكان. الجزئيه بقى اللي انا عايز اتكلم فيها دي سريعا عشان ايه انهي الموضوع. ناس مقربه من الاستاذ مظهر عاشور كلموني وقالوا لي ان الاستاذ مظهر عاشور بيمر بظروف نفسيه صعبه جدا، لدرجه ان هو قاعد لوحده في الشقه قافل على نفسه، قفل تليفوناته، بيمر بظروف صعبه جدا. انا على فكره دلوقتي مش بدافع عنه، انا بنقل لكم الحدث. الراجل تعبان بيمر بظروف نفسيه صعبه جدا، وللاسف ان اليومين دول هو قاعد لوحده لان اولاده مسافرين، فالدنيا معاه بايظه. فالرساله اللي هم عايزين نوصلها لكم خفوا عليه شويه. الراجل شبه بيموت وان ربنا بيسامح. هو غلط غلط، بس هو اعتذر وبيقدم اعتذار تاني وبيقول لكم ارحموني، وبيقول لكم انا خلاص الدنيا باظت معايا نفسيا. فيا ريت لله نسامح الراجل دوت لله. راجل كبير عمل عمليه قلب مفتوح، قاعد لوحده، الدنيا معاه بايظه، قافل كل مواقع التواصل الاجتماعي، قافل تليفوناته. انا نفسي مش عارف اتكلم معاه. انا كلمته كذا مره ما بيردش على حد، ناس كتير من الاقرب مني ليه كلموه ما بيردش على حد، فظروفه نفسيه. فاحنا خايفين للظروف ديت نيجي نبص نسمع عنه خبر وحش يبقى احنا كلنا السبب فيه. انا بقول لك اهو قبل ما اقفل الفيديو، غلط غلط، بس سنه وظروفه ما يسمحولوش بالبهدله خالص. فبعد اذنكم نخف عليه ونسامحه لله. الرساله دي لكل الناس اللي بتقول هنرفع عليه قضايا او لاهل محمد صبري، بعد اذنكم سامحوه لله. وانا بقول تاني وبكرر 100 مره، غلط غلط، بس في ناس غلطت اكتر منه، بس هو الراجل اللي حط في الصوره وده نصيبه وده قدره. فبعد اذنكم سامحوه لله. انا هنا ماليش دعوه، سامحوه ما سامحوش ماليش دعوه. انا بقول لكم الصوره عشان الراجل شبه بيموت، فلله نسامحه ونخف عليه. ودي الرساله اللي هي جايه لي وانا قلت اقولها لكم. فلله ربنا يكرمكم وتسامحوه ونقول ربنا يهديه ويشفيه وكله عند الله. هي دي الرساله اللي جات لي من احد المقربين ليه، فانا بحاول اوصلها لكم. لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وسلام عليكم.